السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة سعيدة أم محمد علي. غنوجد معكم اليوم واحد البسطيلة، وماشي أي بسطيلة، بسطيلة معلكة بدون بيض وبدون قلي اللوز في الزيت، غنديرو غير في الفران. بسطيلة ماشي أي بسطيلة، بسطيلة واعرة معلكة. اللي غيدوقها ما نقولش لكم، وغادي نسموها ان شاء الله بنيسلي باللوز، غتجي روعه. تبعوا معنا ان شاء الله المقادير وغادي تشوفوا احلى واروع مذاق ديال البسطيله ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات معنا هنايا، بعد ما غسلنا الدجاج ديالنا ونقينا على حقه وطريقه وبقى مرقد في الحامض والملحه. بالنسبه للعطريه كما كتشوفوا البنات ساهله، كنجبير بها شويه بالزيت وتقريبا 2 معالق و2 معالق خرقوم ومعلقه البزار وجوج ديال الزعفران. اللي عنده زعفران حر يسخنو هكا في هذا ويرميه. صافي درت واحد الطريطيقه ديال الخزامه كتجي هائله البنات في الطياب ديال الدجاج، وواحد المعلقه ديال الكزبر يابس ومعلقه ديال السمن، ولا بد السمن البنات لانه تيعطي واحد المذاق روعه. وشليت الدجاج مزيان، ضروري غادي ندير مليحه حتى للاخر. دابا الملحه ما غنزيدهاش، دابا حتى غندوق الدجاج ملي غادي يكون في الطيب. هنا البنات كما كتشوفوا طحنت بالسيبيسه، سخنت الفران غير بسيبيسه وقاقله فقط، ودرت واحد المعلقه كبيره بالزيت صافي، وميها بدون زيت البنات، بدون زيت. والدجاج ديالنا كما كتشوفوا مغسول على حقه وطريقه. واحد 3 دجاجات، عندي مقدار 3 دجاجات، غندير 2 بسطيلات، وحده غتجي عامره مزيان وحده موين. غير هنا فرحنا براسنا حنا والوليدات، وندير وحيده للوليدات وحده للكبار. كما كتشوفوا البنات الدجاج بعد ما غسلته على حقه وطريقه، راه هنا كندخل فيه العطريه مزيان باش يجينا بنين صافي وبلا زيت البنات، باش كيطيب لنا الصدر بحال شكل الفخذ كيدوب في الفم. مهم كما كتشوفوا البنات غادي نعمر هذوك النصيصات ديال الدجاج مزيان، ما تنحيدش الجلد البنات لان ما غنستعملش انا دابا الزيت. بغيت هذاك الليدام ديال الدجاج نيت هو اللي غادي يهبط ليا، هو اللي غادي يطيب فيه الدجاج فقط. بعد ما غادي نديروا لك نتوما مسالين عندكم الوقت البنات، خليو واحد نص ساعه هكا مرقد، غطيه بواحد البلاستيكه وديروه في الثلاجه وخليوه بين مع وجدتي راسك وجدتي المقادير الاخرين. بالنسبه لي انا كنت باغاها للغدا، ماشي مشكل، راه كان الدجاج مغسول بالحامض وداكشي راه كيجي زوين. غنشد تقريبا انا جاي شي كيلو ديال البصله، خديت 6 كيلو بنات ديال البصله قطعتها، غادي نضرب في الهاشوار. تبارك الله عندي هاد الهاشوار البنات ماشي كتميها ليا، كتبقى كانك مقطعاها بالموس. المهم شديتها درتها في هذيك باش تجمع لي ديك العطيريه كامله البنات باش ما تضيعش، وحطيتها هكا في الطنجره صافي. وغادي البنات ما غندير قل من 6 الماء، يعني هاد الدجاج غادي يطيب في ماء اللي غيطلقو هو، وفي الماء اللي غطلقو ديك البصيله. ولا عندكم واحد العويد ديال القرفه غادي تقيسوه تما كاين صافي. الملحه راه ما زادش لحقاش هو مغسول بالملحه. حتى نحيد الدجاج ديالي، وملي غنضيف البصله اللي باقا كما غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو صافي. هنا راني بديت كنشعل البنات في الفرن وزرب زرب، بغيت زعما نوجدها للغدا. ايوا شعلت هنا الفرن وغنحط الطنجره ديالي وغنخليها كتقلى. بعد ما تقلى انا غنمشي دابا نضرب هذيك البصله ونعاود نكملها صافي. انا هنا حطيت الطنجره صافي وغطيت صافي، غنخلي نحس بها، وديك ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ضعيفه بزاف. مره مره هكايا ديري. شوفوا البنات والله ما زدت الماء صافي لحقاش الطنجره متيسعه، ما زدتش الماء، يعني خليته طاب في ماء باش كيجي الدجاج بنين. يعني السر ديال الطياب الا طاب في ماء وما كانش العافيه مجهده بزاف وطاب في ماء وطاب على خاطره كيجي روعه البنات وتيجي بنين. هنا البنات كما شفتوا شديت ديك البصله ضربتها كامله في الهاشوار. هنا قلبتها البنات الدجاج لقيتو طاب سبحان الله العلي العظيم. شوف زبده عرفتي، لقيت الصدر اللي غادي تقلبي الصدر، ملي كتشوفي الفخيدات هكا هرب عليهم اللحم عارفي راه صافي راه طاب. غنحيد كما كتشوفوا البنات الدجاج ديالي ونحطو على جنب. وكايا ديك العطيريه وداكشي اللي بقات كنقيس هكا وكنسكترو حتى حاجه ما تضيع صافي. خدا البنه تبارك الله تحمر، يعني راه بلا تحمر كما كتشوفوا الدجاج ديالي واخد اللون ديالو شارب العطريه. المهم انا حيدته غنخليه هكا يبرد، من بعد رجع ان شاء الله نفردته وغتشوفوا ان شاء الله البقيه. كيفاش درت دابا صافي هذيك البصيله ديالي حتى هي ما غنزيدش ليها الماء، يعني هاد البصله هي غتطلق ماها وغطيب في ماها.
متبقاش تجرجرو هكا وتكبوا الماء وداكشي. صافي دابا هذيك الميها اللي طلق ليا الدجاج غادي نشدها هكا نلوي، نضربها مزيان، وغنزيد فيها واحد الحصيه ديال السكر وعويدات ديال القرفه. صافي كانت عندك القرفه مدقوقه جديده ديريها، ما كانش مدقوقه جديده من الاحسن ديري عويدات ديال القرفه. هنا البنات عاد غنزيد الزيت وما غنزيدش شي زيت، تقريبا نتوما شفتو ما زدتش شي زيت بزاف. حيت الدجاج خليته بيدوك الجليدات ديالو، يعني راه تيطلقوا ليدام، وبغينا حنا شي حاجه صحيه وزوينه اللي ناكلوها وما ندموش وما تضرناش. كما كتشوفوا ما قويتش السكر بزاف، ما بغيتيش تجيني حلوه تقدريش عليها، يعني تكون في هذيك النسبه ديال الحلاوه، يعني في القانون ديالها، ما تعداش القانون ديالها. هنا القرفه داقيه على يديا، ديت واحد المعالقه نيت، وزيدوا لو بغيتو تلوحوا في البصله واحد المعالقه ديال الزهر ماشي مشكل تلوحوها، غير ما شديتهاش في الفيديو لحت واحد المعالقه ديال الزهر. دابا غادي نغطي ان شاء الله البصيله ديالي، وغندوز ان شاء الله اللوز بعد ما سلقته البارح في الليل وفسختو ودرتو في الطبيق وحطيته في الشرجم باش كينشف. الناس ملي تينشف تيساعدك فاش كديريه كيتقرمش. هنا شوفوا البنات تقريبا درت قل من ربع كاس، وغندهن بها اللويزات ديالي كاملين كما كتشوفوا هكا، وغادي ان شاء الله ندخلهم للفران، غنشعل عليهم من الفوق والتحت بحراره معتدله، ما تفوتوش هكاك واحد 200 درجه. صافي وعينك ميزانك ما تخرجش من الكوزينه، يعني ملي كتكون دايره شي حاجه في الفران ما تخليهاش لان الفران كيغدر. ما نقولش لكم البنات جا كانك راه قاليه في هاد الطريقه راه كنديرها حتى للسفوف. صافي انا راه دخلته للفران ديالي وشعلت عليه الفوق والتحت. صافي ان شاء الله ندوز للدجاج نفردتو. شوفوا البنات كي جا وطلق الزيت، عاد هو شوف داك الزيت اللي درتو فيه ما شربوش سبحان الله، بقى هكاك في بقى في اللاطه ديال الفران، وعاد هو مازال زاد طلق الزيت ديالو. جا هائل. انا نقسم لكم البنات واحد البحيده وغادي تشوفوها. شفتوا البنات علاش تتقلي ضايع الزيت؟ وهذه كما تشوفوا البصيله ديالي بلات تودرت ليا المعلقه ديال الخشب، وهذه راه قراده عندي نقيه. صافي راني ما خارجاش، يعني كون كان عندي الوقت ما تنقديش نقدي هكايا البنات، كون راني دايره واحد الكريسي ومقابلاها. خلي البصله تتعلك لانني ما غنديرش فيها البيض نهائيا باش تنشفوا ليا، لان البيض صراحه كاين اللي كيديروا، كاين المهم كتنفخ كتقهم ما كتخليكش تشبعي فيها كاين اللي كيضروا في المصراني، يعني كل على حسب الذوق ديالو اللي بغى. المهم انا قررت انني نديرها بلا بيض، يعني خليت انا مره كندوز ليها. انا هنا كنحيد في الدجاج ديالي، يعني قطعوه ما يكونش صغير ما يكونش كبير، ولا عنده شي كميه كبيره يدير المقص. المهم انا خدامه بيديا ماشي مشكل. وعين الكامله ديالي مره هكا كندي ونجيب البصله، خاص البصله البنات تنشف ما تبقاش فيها حس الماء حتى كيبان لك ديك الزويته. شوفي دابا ملي كندير البصله ونجيبها ما كتبقاش كترجع في الكامله نهائيا، شو كتولي ناشفه. والسر اللي غنقول لكم البنات باش غتجيكم هاد البسطيله هماويه وتجي زوينه، ما نقولش لكم كيفاش غندير التعليكه ديال الطريقه كامله البنات كاينه فاش غنخدموا في التخليطه هي المهمه. يعني راه كلشي كيعرف يطيب الدجاج، كلشي كيعرف يطيب البصله، كلشي، ولكن الطريقه كيفاش غادي نخدموا البسطيله وكيفاش غنعلكوا اللوز وكيفاش غنعلكوا الدجاج وكيفاش غندير هذيك هي المهمه. وهانتوما معايا دابا ان شاء الله في الفيديو لحظه بلحظه. كما طحنا اللوز البنات طحنته بدون سكر بدون شي حاجه، شديت من هذيك البصله طابت ودرتها في واحد الغربال تستقطرات مزيان، خديت منها واحد الجباليه ودرت هنا نيس ليا البنات. ما غنديرش نهائيا يعني اللوز راه درتو بدون سكر، طحنتو بدون سكر، يعني تعلق تبارك الله بوحدو. وزدت عليه واحد الجباليه ديال البصله، واحد 2 معالق ديال القرفه، وما غنديرش ليه السكر نهائيا، يعني عسلته بالنيسلي. يا البنات ما نقولش لكم على واحد المذاق تبارك الله تبارك الله. 2 معالق تقريبا ديال الزهر كما شفتوا. ما نقولش لكم البنات يعني اللوز ما مقليش في الزيت وما طحنتوش بالسكر، درت فيه نيسلي
ومع داك القرايفه وداك الماء ديال الزهر وديك التعليكه ديال البصله اللي درتها فيه، يا سلام، جا واعر واعر، يعني شي حاجه صحيه هماويه زوينه. تاكليها بعينك مغمضين صراحه. وما نعاودش لكم وما نشكرش لكم المذاق يا البنات، راه المذاق جا ولا اروع، جا واعر، جا زوين، جا هماوي. فلفل البنات، زعما ماشي زعما انايا راه كندوق البسطيله وكندوق، ولكن هاد البسطيله لا يعلى عليها في المذاق. صحيح انا غدرني شويه الزواق ما زوقتهاش، ولكن كلشي على المحتوى اللي فيها. يعني ما نقولش لكم البنات ان شاء هاد صراحه هاد الطريقه نقلتها من مطبخ ام تيمه. صراحة جا أول مرة تنجربها وصلت قالت لي 100%، وجات واعرة واعرة بزاف. هنا الدجاجة البنات كما كتشوفوا بعد ما قطعته غنشد هذيك البصيله، ما غنديروش طبقه لوز طبقه هذاك. خديت حتى من اللوز البنات، خديت منه واحد الجبانيه وضفته في الدجاج، درت نص هك ودرت نص هكا. خديت جبانيه ديال البصله درتها في اللوز، وخديت جبانيه ديال اللوز درتها في الدجاج. ها هو دابا الدجاج فيه جبانيه ديال اللوز، والبصله درتها في واحد الغربال، ومره هكا كنديها ونجيبها بيديا حتى تسكطرات مزيان باش ما تخسرش لينا الورقه. وما نقولش لكم الدجاج يا البنات كي جا معلك مع ديك البصيله، ما كيجيش ناشف، وداخلين فيه ديك الجبيبينيه ديال اللوز. ما نعاودش لكم البنات على واحد مذاق رفيع جدا جدا. زعما صراحه جا المذاق غير الزربه البنات، كنا خصنا نتغداو بها. يعني ما اشتهتش في الزواق ديالها، درتها غير سامبل، ولكن راه ما نقولش لكم على مذاق جا فيها. جربوها ان شاء الله، وجربوها الطريقه وما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. راه جات ولا اروع، وجات زوينه بزاف. ما نقولش لكم على داك النيس اللي دار في واحد المذاق واعر في اللوز، وجات ناشفه وزوينه. يعني راه ما فيهاش الزيت، ما فيهاش السكر بزاف. ما الخطا ديك الشويه اللي درت في البصله صافي. حنا غنبداو في المونتاج البنات، وهانتوما معايا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو، تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها. وما تنسونيش من الدعم ومن اللايك. واللي جات تفرجت في الفيديو لاول مره، مرحبا بك لاله عندي في قناه سعيده ام محمد علي. ودعموني وشجعوني بلايك، غادي تفرحوني، ما خاسرين والو، باش ان شاء الله ندير معكم فيديوهات اخرين. يلا بسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. وانتم مع المونتاج والطريقه كيفاش، يعني كتخلي كل وحده كيفاش كتمونطي البسطيله ديالها. والزواق يعني راه كيتبدل من بلاصه لبلاصه، يعني انت وتجتهدي في الزواق ديالك. اما كلشي على المحتوى اللي كيكون في البسطيله وعلى الطريقه باش كتخدمي البسطيله هذا. اما الزواق راه كيبقى كله كتفنن به على حساب الذوق ديالها وعلى حساب الجيم وعلى هذا. المهم طريقه كيفاش معمره البسطيله والمذاق ديال البسطيله راه كيلعب دور. كتلقاي بسطيله واعره في الزواق، خطيره في الزواق، ما نقولش لك، ولكن ملي كتجي تاكليها راه ما تتعجبكش نهائيا. هذه راه ما نقولش لكم البنات، وخا ماشي حيت درتها انا كنشكر راسي، ولكن فعلا جات بسطيله رائعه. السلام عليكم البنات، الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش من الدعم ومن اللايك.